ما أود أن أقوله اليوم: لا تستهن بهذه الأحداث ولا تسمع لمن يهون من خطورتها، فقد تكون آمنا اليوم لكن قد يصيبك شرارها غدا. المنطقة مقبلة على تغيرات كبرى وجذرية، وسيف أعداء الإسلام قد سل، ونار الحرب قد اشتعلت. في هذا الوقت ينشط المنافقون الذين عرف عنهم الوقوف بجانب أعداء الإسلام، فلا تسمع لإرجافهم ولا تتبع موازينهم ولا توالي أوليائهم. احذر المجهولين ولا تقف عند خطاب المتشنجين، بل ركز على خطاب المصلحين الراشدين المعروفين بالحكمة والنصرة لقضايا الأمة. وإذا اشتبه عليك شيء من كلامهم فأحسن الظن ورد المتشابه إلى مواقفهم الثابتة. لا تضيع وقتك في الجدال والمهاترات الغير مجدية. أكمل بناء نفسك واستعد لما هو قادم، فالممكنات قد تتغير بشكل حاد في المستقبل. استثمر الوقت